في القرن 19 في عالم كان كيتحول لبوتيرة سريعة بحكم الثورة الصناعية. بانت الفلسفة الماركسية نسبة للفيلسوف الألماني كارل ماركس اللي هو المجدر ديالها. ماركس ما كانش بوحدو، كان معاه المفكر الكبير فريدريك إنجلز اللي كان بحاله في التفكير وفي التحليل وفي الإيمان بأن الظلم والاستغلال خاصهم مثالي وخاص البشرية تعيش في كرامة وعدالة. ماركس وإنجلز ما كانوش فلاسفة ديال التأمل فقط، كانوا كيعيشوا الواقع، كيسجلوا التناقضات ديال النظام الرأسمالي، كيشوفوا العمال كيتكرفسوا في لوزينات، كيخدموا ساعات طويلة وكياخدوا 2 فرانك، بينما الباترونة كيتغناو بالعرق ديالهم وكيزيدوا يراكموا الثروة. من هنا جات الفلسفة الماركسية باش تواسي الضعفاء، باش تنظمهم، توعيهم، تسلحهم فكريا ويدافعوا على الحق ديالهم. الماركسية فلسفة ونظرية شاملة كتفسر التاريخ، الاقتصاد، السياسة، الفكر وحتى الدين. ماركس في البداية ديالو قال أن الفلاسفة قبل منه كانوا كيفسروا العالم في الوقت اللي خاصهم يبدلوه. هنا بان الفرق بينه وبين باقي الفلاسفة. ماركس كيقول أن المجتمع كينقسم لطبقتين رئيسيتين وأساسيتين: البرجوازية اللي كتمتلك وسائل الإنتاج، المعامل، الأبناك، الأراضي، والبروليتاريا اللي عندها القوة الجسدية كتخدم عند البرجوازي مقابل واحد الأجر بسيط 2 فرانك كما قلنا. ماركس كيقول أن العلاقة علاقة استغلال، العامل كيضرب تمار على المنتوجات والربح كيمشي لصاحب المعمل. العامل ماشي سيد العمل ولكن عبد للعمل. أنا خرج ماركس بمفهوم الاغتراب. العامل كيتجرب على المنتوج اللي صايب، على ذاته وعلى إنسانيته، كيحس براسو مجرد آلة كتخدم كتضرب شمارة. الفلسفة الماركسية كتآمن بالمادية التاريخية، يعني أن التاريخ ما كيتحركش بالأفكار بالإرادة الإلهية ولكن بسبب الصراع بين الطبقات، وأن كل نظام كيتبنى على بنية اقتصادية، كيفاش كتنتج الثروات والفكر، الدين والأخلاق، مجرد بنيات فوقية تابعين لهذه البنية الاقتصادية كيخدموا مصالح الطبقة المسيطرة. فريدريك إنجلز اللي غالبا كيتنسى ملي نكونوا كنهضروا على الماركسية كان فيلسوف ومفكر عظيم، كتب بزاف ديال الكتب المهمة بحال أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، الاشتراكية من الطوبوية العلمية. إنجلز وضح كيفاش أن المجتمع داز من المساواة في المجتمعات البدائية إلى الاستغلال مع ظهور الملكية الخاصة. قال أن الدولة عمرها ما كانت محايدة إلا في الطور الأول ديالها، وأنها مجرد أداة كتحمي مصالح الطبقة المسيطرة، عكس الأفكار اللي كتشوف أن الدولة كيان فوقي وحيادي. إنجلز وماركس كيشوفوا أن الدولة خدامة عند البرجوازية والمصالح البرجوازية، كتستعمل القانون، البوليس، التعليم، الدين باش تفرض السيطرة ديالها. الفكر الماركسي ما بقاش حبيس الكتب، تحول الحركات الثورية. أما كانت على يد فلاديمير لينين اللي طبق الماركسية في روسيا، قاد الثورة البولشوفية في 1917. لينين زاد على الماركسية فكرة الحزب الطليعي، يعني خاص حزب من النخبة الواعية ينظم الطبقة العاملة ويوجهها. بانت تجارب أخرى بحال تجربة ماو تسي تونغ في الصين، فيديل كاسترو في كوبا، وكل واحد حاول يطبق الماركسية حسب السياق ديالها حسب الظروف العامة. من بين المواقف اللي عند الماركسية الموقف من الدين اللي كيقول أن الدين أفيون الشعوب، والمعنى ديالو أن الدين في المجتمع الطبقي وسيلة ديال التسكين، بحال المخدر كيخلي الإنسان يقبل الوضع المأساوي على أساس أنه قدر من عند الله، كيوعدو بالجنة وهو عايش جحيم الأرض. ماركس ما كانش كيحارب الإيمان الشخصي، ولكن كان كينتقد الدور الإيديولوجي ديال الدين فأنه كيساهم في ترسيخ الاستغلال والسكوت عليه. الماركسية كتفسر الواقع الاقتصادي السياسي من منظور مادي واضح، كتعطي الإنسان دور في التغيير، كتقترح بديل اجتماعي عادل الأساس ديالو المساواة والتضامن. من بين الانتقادات اللي تعطات الماركسية أنها كتعمل الفرد وكتضحي بالحرية لصالح الجماعة، وكاين اللي كيشوف أن الاقتصاد الحر كيعطي فرص أكثر للإبداع والتقدم، وأن التجارب الاشتراكية غالبا سقطت في ديكتاتورية عوض ما تجيب لك الحرية والكرامة انطلاقا من ديكتاتورية البروليتاريا. الماركسية دعوة للوعي، للتحليل، للفعل. ماركس وإنجلز وكل المفكرين اللي جاوب من بعدهم عطاو البشرية مفاتيح الفهم كيفاش أن الأنظمة كتخدم، كيفاش نوليو فاعلين في المجتمع. إلى هنا، تهلاو، بسلامة.